فلا تحزنوا يا أهل السودان، إن نزل علينا البلاء أو تكالبت علينا الدول أو ظلمنا الناس فأخذوا أموالنا وانتهكوا في الأعراض منا وهجرونا من ديارنا، فإنا في أي مكان نعيش وتحت ظل كل سماء نرتاح، ولكن المبتغى رضا الله جل وعلا. حتى ما نحن فيه نصبر على ما قدر الله لنا وقضاه، ونرجع باللوم على أنفسنا لنتوب إلى ربنا ونراجع بعض أعمالنا لتستقيم لنا الحياة. وما أعز الحياة أن تستقيم إذا كان صاحبها يسعى لرضوان الله، وما أبخس الحياة أن يعيشها الإنسان يسعى لأجل بدنه فقط، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذه حال الكفار ذكرها الله جل وعلا على سبيل الذم لما ارتضوه من حياتهم الدنيا التي يعيشونها. ولذلك لما رأى عمر أن الحصير أثر على جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، قال: أنت ما أنت فيه يا رسول الله، وملوك قيصر والشام يتنعمون. قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ الدنيا نعيم فان، والآخرة نعيم باق، والآخرة خير وأبقى. فاعمل لأخراك التي تعيش فيها منعما، فإنك لا تدري أين تموت، هل في بلادك التي جئت منها أم في البلاد التي نزحت إليها؟ لا تدري أين تموت. فليكن مبتغاك أن يرضى الله جل وعلا عنك، ولتتقلب في بيتك وأنت تسعى لرضا الله، ولتربي أبناءك وأنت تسعى لرضا الله، ولتعمل في عباداتك وأنت تسعى لرضا الله. لا يكن همك أن ترضى المخلوق، فإن رضا المخلوق لا يدوم. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.